ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبتي؟ النهاردة هنحكي حدوتة هنا وكلمة الحق. جاهزين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في غابة كبيرة مليانة شجر عالي وصوت عصافير بتغني طول النهار. كانت عايشة أرنوبة صغيرة اسمها هنا. هنا كانت طيبة جدا وبتحب تساعد كل اللي حواليها، بس كانت دايما تخاف تقول الحقيقة لو حست إن حد ممكن يزعل. كانت بتفكر، طب لو قلت اللي شفته ممكن أزعل حد؟ طب لو سكت أبقى عملت إيه؟ وفي يوم حصلت حاجة غريبة في الغابة. العصفورة زوزو كانت بتعيط جامد قوي وقالت للحيوانات، عشي اختفى، كان فوق الشجرة دي وفجأة بقى مش موجود. الحيوانات اتجمعت حوالين الشجرة وكل واحد بدأ يخمن. الثعلب قال، أكيد الريح وقعته. والدب قال، يمكن حد خده بالغلط. لكن هنا كانت واقفة ساكتة لأنها شافت الحقيقة بعينيها. وهي جاية شافت السنجاب الصغير نونو كان شايل العش وبيجري بسرعة ووشه كان باين عليه إن هو متوتر. هنا قلبها دق بسرعة وقالت لنفسها، أنا عارفة الحقيقة، بس لو قلتها قدام الكل ممكن نونو يزعل، ممكن الحيوانات تزعل منه، ممكن أكون أنا السبب. سكتت وبصت لزوزو وهي بتعيط، وفجأة حست بحاجة جواها بتشدها، كأن في صوت بيقول لها الحق أهم من الخوف. هنا خدت نفس عميق وبدأت تقرب خطوة خطوة وقالت بصوت مهزوز شوية، أنا عايزة أقول حاجة. الحيوانات سكتت وبصت لها. هنا كان واضح إنها مترددة بس كملت، أنا شفت نونو وهو شايل العش وبيجري ناحية الشجرة اللي هناك دي. الغابة سكتت لحظة وبعدين كلهم جريوا على المكان. لقوا نونو فعلا قاعد جنب العش. أول ما شافهم خاف جدا وقال بسرعة، أنا ما كنتش عايز أسرق، أنا افتكرت العش فاضي وكنت عايز أبني بيتي، بس لما عرفت إنه بتاع زوزو أنا خفت أرجعه. زوزو قربت وقالت بحزن، بس ده بيتي. نونو وطى راسه وقال، أنا غلطت، أنا آسف، ورجع العش فورا لمكانه. الحيوانات بصت لهنا وبعدين الدب قال، لو هنا ما كانتش قالت الحقيقة كنا فضلنا كلنا محتارين. والثعلب قال، كلمة الحق ساعات بتكون صعبة بس هي اللي بتصلح كل حاجة. زوزو ابتسمت وقالت لهنا، شكرا إنك قلتي الحقيقة حتى لو كان ده صعب. هنا ابتسمت ابتسامة صغيرة بس جواها كانت حاسة بقوة كبيرة جدا. فهمت إن قول الحقيقة ممكن يزعل حد في الأول، بس في الآخر هو اللي بيخلي كل حاجة ترجع صح. ومن اليوم ده هنا قررت حاجة مهمة، إنها دايما تقول كلمة الحق بطريقة طيبة ومن غير خوف. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟